السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية. اليوم جبت لكم وصفة المدربش بطريقة جدا مضبوطة. نسمي الرحمن ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ونبدأ بوصفتنا. عندنا هنا 3 أكواب من الدقيق، وعندنا هنا كوب من الجزر المبشور، وعندنا هنا تقريبا كوبين من البطاطس المبشورة حسب الرغبة. عندي هنا نص كوب من البصل الأخضر مفروم، وعندي هنا كوب من البيعة أو اللي هي الكرات مفروم بالشكل هذا، وعندي هنا كبزة وبقدونس تقريبا نص كوب مفرومين بالشكل هذا. عندي هنا بهارات اللي هي عبارة عن نص ملعقة من الهرد، ونص ملعقة من الفلفل الأسود، ونص ملعقة كمون، ونص ملعقة بهارات مشكلة، وعندي ملعقة صغيرة ملح، وعندنا كمان ملعقة متوسطة من الخميرة. يلا نبدأ وصفتنا مع بعض. راح أجيب صحن للعجن وأحط فيه الدقيق اللي عندنا وأتبله بالبهارات والملح، وأضيف كمان عليه الخميرة، وراح أقلب المكونات هذه مع بعض. وأرجع أضيف عليهم الخضار اللي عندي، المدربش طبعا أو المخلوطة، من الوصفات المحبوبة في رمضان وفي كل الأوقات كمان، وهي من الوصفات السريعة اللي ما تاخد مننا وقت، وفي نفس الوقت طعمها يجي رهيب. ضفنا كل المكونات عندنا مع بعض. شكلي راح أحتاج إلى صحن أكبر من كده، خلينا أروح أجيب صحن أكبر من ده. شايفين جبت لي صحن أكبر، راح أصب كل المكونات اللي خلطناها في الصحن بالطريقة هذه، وراح نقلبها بالشكل هذا. وحنصب الموية عندنا. أنا عندي هنا كاستين من الماء الدافي، راح أشوف كم راح تاخد معايا العجينة. حنصب على شوية شوية ونعجن علشان العجينة لا تكون عندك سايلة وترجع تشرب زيت لما تقليها في الزيت. هنصب شوية ونعجن لما نوصل للقوام المطلوب. بسم الله. شايفين معايا قوام العجينة اللي وصلنا له؟ عجينة متماسكة. هي راح تطرى معايا لأن الخضار راح يطلع مويته، فانتبهوا في هذه النقطة، ما راح نزيد ماء. تقريبا الماء اللي استخدمته 1.5 كاس فقط، فتنتبهوا في النقطة هذه. العجينة لازم تكون متماسكة بالشكل هذا، وحنغطيها ونسيبها إلين ما ترتاح وتخمر، ونبدأ بتشكيلها وقليها. شايفين العجينة حق المخلوطة والمدربش اختمرت عندي. أنا طبعا جاتها للصحن الصغير علشان يكون سهل التعامل معه. شايفين اختمرت عندي. الآن راح نضيف لها إضافة قبل ما نقلي. طبعا عندي هنا زيت على النار يسخن، راح أضيف لها نص ملعقة صغيرة من الباكنج باودر. نص ملعقة صغيرة من الباكنج باودر راح يدي لها هشاشة. نخلط الباكنج باودر مع المخلوطة. طيب خلطنا المخلوطة بالطريقة هذه وخرجنا وفرغناها من الهواء بالشكل هذا. الآن راح نبدأ بقليها. طبعا هي راح تلصق في اليد، فاحنا عندنا هنا شوية موية. أدخل يدي في الموية وآخذ من المخلوطة ونقلي. شايفين معاي بالشكل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا الطريقة اللي حق الموية هذه اللي في المطيبة راح تسهل عليكي عملية قلي المخلوطة بحيث انها ما تلصق في ايدك بالطريقة هذه. وصفة جدا لذيذة، وإضافة البيكنج بودر راح يغير طعمها، يديلها هشاشة. راح أكمل كل الكمية بالطريقة هذه ونرجع نشوفها مع بعض. شايفين أخذت لون بالطريقة هذه. طبعا الأحجام على حسب الرغبة، أنا هنا عملت كم شوية كبار، انت ممكن تصغريهم على حسب الرغبة. شايفين؟ والقرمشة راح أوري لكم هي قرمشة ومش شاربة أي زيت، راح نشوفها مع بعض. رهيبة، سامعين الصوت؟ نكمل كل الكمية ونرجع نقدمها مع بعض. شايفين المقربش صار عندنا جاهز، وصفتنا صارت جاهزة، قدمناه مع البسباس الأخضر، الوصفة الهندية. راح أحط لكم الرابط في صندوق الوصف. شايفين القرمشة؟ شايفين؟ لذيذة ومش شاربة زيت، وصفة جدا لذيذة، أتمنى إنكم تجربوها وتستمتعوا بالطعم. انتظروني في فيديو تاني وفي وصفات تانية. في أمان الله حبايبي. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، ولا تبخلوا عليه بلايكاتكم، ولا تنسوا اللي أول مرة يشوف قناتي يشترك فيها وتنشروا فيديوهاتي عند أصدقائكم. استودعكم الله، في أمان الله، مع السلامة.